تخيلوا معايا أسقف عايش في مغارة على الجبل، ينزل بس علشان يصلي مع شعبه ويرجع تاني للوحدة والصلاة. مش بيحب الظهور، بس لما جه وقت الشهادة نزل قدام الوالي بكل شجاعة وقال: أنا مستعد أموت علشان المسيح. القديس الأنبا أمونيوس كان من صغره حسن السيرة، مليان فضائل، والبابا بطرس خاتم الشهداء رسمه أسقف على مدينة إسنا، وده احتفال كبير لأن اللي يترسم أسقف مش أي حد، ده شخص أمين وربنا مختاره. رغم إنه أسقف بنى دير على الجبل الغربي جنب عين مية، وعمل مغارة يقعد فيها طول الأسبوع، وكان نظام حياته جميل قوي. طول الأسبوع صلاة، صوم، نسك. يوم السبت ينزل المدينة، ويوم الأحد يصلي القداس ويوعظ الشعب، ويوم الاثنين يحل مشاكل الناس ويهتم بكل واحد، وبعد كده يرجع للمغارة تاني. يعني كان راهب في قلبه زائد راعي الشعب. وهو في المغارة ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب قبل صلواتك عن شعبك وهيأ لهم الأكاليل، انزل وثبتهم على الإيمان. الأنبا أمونيوس نزل وجمع الشعب وحكى لهم عن الرؤية وشجعهم بكلام روحي قوي، والشعب كله صرخ: نحن مستعدين نتحمل أي عذاب حتى الموت علشان السيد المسيح. كان اليوم ده عيد القديس إسحاق، الدير كان على اسمه، فطلعوا كلهم جبل أغاصن اللي هو جبل الصلاح واحتفلوا بالعيد هناك. أريانوس والي أنصنة طالع يضطهد المسيحيين، دخل إسنا ملقاش حد، عرف إن الأسقف مع الشعب على الجبل فطلع وراهم، وكان في طريقه قتل أي حد يقابله. مسكوا الأنبا أمونيوس ودوه أسوان وبعدين أنصنة، وبعد كده سلموه لقائد الجند هرقس وعذبه عذابات شديدة. ولما الوالي يئس أمر إنهم يحرقوه حي. القديس طلب مهلة يصلي، وبعد الصلاة ألقوه في النار وفاضت روح الطاهرة. بعد ما النار طفت لقوا الجسد سليم، كفنوه ودفنوه في أنصنة. وفي أيام الإمبراطور قسطنطين بنوا له كنيسة في جبل إسنا، وحاولوا ينقلوا الجسد من أنصنة لكن ما عرفوش يشيلوه، وسمعوا صوت يقول: هذا هو الموضع الذي اختاره لي الرب. فهموا إن دي إرادة ربنا وسابوا الجسد مكانه ورجعوا يمجدوا الله. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين.